معنا الآن الأستاذ بشير أغنية، أحد أبطال مسرحية شلة الفيس. مساك الله بالخير أستاذ بشير. مساك الله بالنور. فرصة سعيدة أنك زرت حفر الباطن. بالعكس احنا اللي نتشرف حقيقة بحضورنا لحفر الباطن لأحد محافظات المملكة اللي فعلا كنا دائما في المرور منها فقط، ولكن الآن مكثنا فترة طويلة الحقيقة، وأنا أعتبر إنه اليوم واليومين والثلاثة هي عبارة بالنسبة لنا عن إنه تعرفنا على المحافظة أكثر، تعرفنا على شبابها، تعرفنا على رجالها، والحقيقة فعلا رجال، نتمنى الحقيقة إنه يطول فينا المكوث والبقاء في هذه المحافظة. ماذا عن مسرحية شلة الفيس التي في اللحظات الأخيرة منع العرض الثاني له؟ ما هي الفكرة، المضمون، ما هي الأشياء التي تتوقع أنه تم الاعتراض عنها؟ أولا أنا بيني وبينك أنا مع المنع، أنا مع المنع قلبا وقالبا، لأنه المنع حقيقة قد يكون عكسي تماما لكل حدث، فكل حدث له كل فعل ردة فعل. فالمنع حقيقة أعطى الآن ليس فقط في حفر الباطن، إنما جميع مناطق المملكة، إنه هذا حيكون متداول على جميع الصحف، متداول حتى في القنوات الإعلامية، ومتداول بين الناس بأنها تم منع مسرحية شلة الفيس في حفر الباطن. هذا مما يدعي أنه حيكون هناك ضغط كبير وقوي على رجال المحافظة، على أبناء المحافظة، على كل من يقدم في محافظة حفر الباطن للتساؤل لماذا تم المنع. أنا الآن المنع هذا قد أقول لك أنه هو شرارة تولد العزائم، تولد القوة، تولد حتى أنه هناك حراك ثقافي يجب أن يكون متواجد في حفر الباطن. المنع هذا الحقيقة اللي أنا يقول رب ضارة نافعة، وأحيانا كثير من الأعمال الفنية وكثير من الأشياء الثقافية التي منعت، وعندما منعت تم تداولها. فهذا المنع قد يعمل تداول، قد بالعكس. أنا حتى كنت مع سمو الأمير سعود بن محمد بن مساعد بن جلوي، فسألته عن المنع، قال لي بالعكس هذا المنع الآن أعطانا عزيمة وأعطانا إصرار أن يكون هناك تواجد لمنتديات ثقافية، أعطانا إصرار وعزم أن يكون هناك إنشاء جمعية ثقافة والفنون، إنشاء نادي أدبي، لأنه زي ما قلت لك المنع هذا أفاد حفر الباطن في توجه وزارة الثقافة والإعلام ممثلة بوكالة الثقافة والإعلام بأنه يكون هناك في توجه لإنشاء ثقافة وإعلام وأسابيع ثقافية وأسابيع إعلامية، حتى يكون هناك تواكب المنطقة أو المحافظة مع بقية مناطق ومحافظات المملكة. بعض من تواصلنا معهم أشار إلى بعض التجاوزات التي على فهم من وصفها بالتجاوزات. هل شلة الفيس يوجد فيها بعض التجاوزات مثلا كممثل وكأحد أبطال المسرحية ترى في ذلك؟ يا سيدي حتى لو كان في تجاوزات، خليني بقول لك حاجة، ما في أي عمل فني قد يكون متكامل 100%. حتى في أغانينا الوطنية فيها تجاوزات، حتى في الصور التي تلتقط فيها تجاوزات، ولكن هل إحنا نقول إنه هذه التجاوزات تجاوزت الحدود اللا معقولة في الطرح؟ فهذا هو اللي ممكن يكون في الإشكالية. ولكن عندما تعرض المسرحية لمدة 3 أيام في الرياض، وتعاد في بعض مناطق المملكة، ولا يرى هؤلاء العالم وكل الجمهور والحضور لا يراها تجاوزات، ويراها هم فقط هذه التجاوزات الذين أدوا إلى منع، رأوا هذه التجاوزات، معناته أنه هناك في قصور في التفكير، أنه لنقطة معينة يجب أن احنا نتمسك فيها ونبدأ نقول أنه هذا فيه تجاوزات. إذا التجاوزات لم يشاهدها المشاهد السابق، ولم تشاهدها وزارة الثقافة والإعلام، ولم يشاهدها المثقفين، فمعناته أنه نقول الله يجزاكم خير، وكل عرض وكل إن شاء الله عمل مسرحي حنجيب لكم عشان تقولوا إنه وش التجاوزات اللي المفروض ما نقدمها. هل هذا الطرح الجريء يعطي دفعه بشير الغنيم ومحمد المنصور وعلي القوينم إلى تقديم الأفضل، خصوصا أنه نشهد في الفترة الأخيرة حراك فني يمس بعض النقاط الساخنة، مثلا عمل طاش مطاش والأعمال الأخرى التي تعرض سنويا وتكون جريئة؟ هل هذا يعتبر داعم لتقديم الأفضل مثلا؟ خليني أقول لك حاجة. إحنا لما نجي الآن لنشاهد
نشرة أخبار، نشرة أخبار ما فيها أي تجاوزات، ولكن عندما نشاهد نشرة أخبار فيها نوع من التجاوزات وفيها نوع من نتكلم عن الثورات ونتكلم عن المدري، فهي نشرة أخبار موجودة عندي في البيت أشاهدها وأشاهدها فيها تجاوزات. لكن عندما أنا أبدأ إنه أنا أحتوي هذه التجاوزات، المفروض إنه يكون يا أخي في أحد الأشخاص في العصر الإسلامي الأول جاء يشتكي وقد فقعت عينه، فأرادوا أن يحكموا له، قالوا استنى ربما أنه خصمه قد فقعت عينيه لثنتين، فأنتم سمعتوا من طرف، طب الطرف الآخر وليش ما سمعتوا منه؟ أنتم سمعتوا أنه في تجاوزات وماذا؟ تعالوا ناقشونا إحنا، لأنه إحنا اللي في الواجهة. رئيس الوفد سمو الأمير سعود كان موجود، ناقشوا مخرج المسرحية، منتج المسرحية، ممثلين، ناقشونا، خذوا آراءنا، لأنه الرأي الواحد لا يمكن أن يكون هو المسيطر فقط، إنما في آراء، تعالوا اسألوا إنه إيش اللي ذا سمعنا، طيب ورونا تجاوزات، إحنا شوف ما في عمل زي ما قلت لك خالي من لكن يجب إحنا نستفيد من الآخرين. يا أخي وش خطأ؟ عطني خطأي. أبو بكر رضي الله عنه يقول رحم الله امرئ أهدى إلي عيوبي، أعطونا عيوبنا حتى إحنا نتلافاها. إحنا نقدم الأشياء السلبية ونقدم الأشياء الإيجابية، يا أخي فبعدين كلهم تضرب، هنا في شيء سلبي، هنا في شيء إيجابي، هنا احذفوه، هنا اضيفوا. المسرحية ليست قرآن منزل، المسرحية أو أي عمل فني ممكن إنه يتجاوب مع الآخرين، هنا في التعديل، هنا لا شيلوا ذا، واحنا مش جايبين، احنا اساسا جينا حتى ننقل ثقافه ولا ننقل خلاف او ننقل مشاكل او ننقل سلبيات بدون مبرر لها. في النهايه هي تجربه اجتماعيه تطرح قضيه وتعالج منها، وهذا الصح. يعني المسرح هو بالفنون، يعني مثل ما يقال اعطيني مسرحا اعطيك شعبا مثقف، اعطيك شعبا متفتح، يعني يجب ان لا نغلق انفسنا دائما. الغلق يولد الانفجار. يعني احنا لو عملنا المسرحيه لجذبنا مجموعه من الشباب وجلسوا في مكان واحد وشاهدوا عمل مسرحي وابتسموا وضحكوا واخذوا عبره يعني احنا احتويناهم. تعالوا يعني خلونا احنا وانتم او من امر بمنع، تعالوا نحتوي هالشباب، وين يروحون؟ احنا في هالساعه في هالساعتين احتويناهم، قدمنا لهم ثقافه، قدمنا لهم علم، قدمنا لهم كل شيء، قدمنا لهم السلبي والايجابي. فالانسان الله سبحانه وتعالى عمل عقل. انا كانسان يجب ان انا اعرف، يجب ان انا اشاهد الشيء النافع والشيء الضار، وانا اللي اختار النافع والضار. الله سبحانه وتعالى يقول وهديناه النجدين، خير والشر مطمئنين. اذا انا انما اسلك مسلك واقول بس انه هذا هو اللي بمشي عليه وهذا بالعكس، هذا انت ولدت انه اعطيت الناس الاخرين انه لا عقليه لهم، بحيث انه ما يقدروا يفكرون انه يفرقون بين الشيء الصح والشيء الخطا. اذا انت مع الصخب المسرحي؟ انا شوف، هو الضجه الاعلاميه هذه زي ما قلت لك فادتنا كثير. نعم. الان انا حتى كنا مع في الاجتماع مع سمو الامير، قالوا الان يجب انه احنا يعني خلال، يعني انا اتمنى انه خلال شهر ونص تقام مسرحيتين في حفر الباطن، حتى نؤكد، لانه متى ما انسحبنا ومتى ما انه احنا توقفنا عن العرض، وهذا معناته هذا انتصار للاخرين. يجب ان يكون هناك عندنا احنا معركه، ولا نسميها معركه ولكن نسميها انما حراك ثقافي، يجب ان يكون موجود في حفر الباطن. حفر الباطن منطقه او محافظه من محافظات المملكه، ومثلها مثل اي منطقه ثانيه. السؤال لماذا تعرض هذه المسرحيه في الرياض ولا تعرض في حفر الباطن؟ رغم انه نحن تحت رايه واحده، تحت مسمى وزاره الداخليه، وزاره الخارجيه، وزاره الثقافه، كل شيء احنا واحد، ايش معنى هنا ايه وهنا لا؟ ونحن مع الفنان بشير الغنيم في القاء هذا التساؤل على المسؤولين عنه. المسرحيه اجيزت من وزاره الثقافه والاعلام ومنع عرضها في حفر الباطن. نحن نشترك معك الأستاذ بشير هذا التساؤل، ونتمنى أن نحصل على الإجابة قريبا. باسم ساحات الحفر نقدم لك الشكر الجزيل ولزملائك، ونتمنى لكم التوفيق. نحن نتمنى لكم التوفيق، وأرجو أن يكون هذا الأخبار يعني إنه يعني يعجل بنشرها، وحتى أنه تشاهدها كلها. وأيضا أراءكم أنتم في المنتدى حفر الباطن، رأيكم أنتم يجب أن يكون متواجد، يعني موازن لآرائنا. قولوا آراءكم، لأنه إحنا دينا رأينا، إحنا انتهينا الآن آراءكم أنتم، تفاعلكم أنتم، لأنه أنتم من تؤثرون. يعني إحنا المسرحية هذه ما جبناها ترى إحنا جينا واتصلنا ألو ترى إحنا بنجيكم، لا،
الامر اللي جاء من المحافظه انه احنا محتاجين الى اسبوع ثقافي، عشان كذا احنا لبينا الدعوه. يعني لولا اتصال من جد، فلذلك انتم الان، انتم كشباب، انتم كمثقفين، كاعلاميين، يجب ان تقفوا وقفه واحده تطالبون بهذه الثقافه وبالمحور الثقافي ان يكون متواجد في حفل الباطن. ونحن لا نملك الا ان نوصل هذا السؤال وهذا التساؤل منك الى قرائنا ومتابعينا، ونحن كمنبر اعلامي ننتظر اراء اهالي حفر الباطن، شباب اعلاميين مثقفين تربويين كذلك مسؤولين. شكرا جزيلا استاذ بشير. شكرا.